بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس. لا 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 عرباوي نار من البداية اللي تشهد مواجهتي ديربي على الصفيح ساخن. الشباب الاهلي الفريق اللي يختبر يحاول توريه بالمهاره. توريه لعب له كره الى تعربت لعيب يا تعربت اطلقها، لكن حارس المرمى ابعدها. حارس المرمى خلصها. عادل تعربت هذه ياما فعلها، واحده ما بين الاقدام اخذ له البرازيلي واحده ما بين قدمي. الكره راحت والمحاوله بتعدي الى ركله زاويه. لعيب هذا المغربي، الاسد المغربي اللي مر تقدم راوغ، لكن الكره بعد ذلك ايضا بتعدي الى ركله زاويه. هنا جماهير قديم يبدا مشتعلا. كره بتعود الان، محاوله وصلت الى اللعيب، الى الممتع، الى عادل تعربت لعبتها ما بين الاقدام، نقلها عرضيه، لكن الكره عادت الى ريان منديز، يخرج تحت الضغط بشكل ممتاز. منديز والتمريره لعادل تعربت وتمريره في الامام الى توريه، لكن الكره تتخلص ايضا هذه وتوبر بتمريره اماميه، لكن سمير بيخلص. عادت مره اخرى المحاوله لسلطان لعادل الى توزي. هكذا كان حديثه المدرب غوران توميتش. كره بتعود الان، محاوله تمريره الى تعربت وصلت الى ريان منديز بنقله الى اللاعب تعربت الى توزي. هذه خطيره تحقيقا للنقاط نادي النصر مع نادي الشباب الاهلي. تمريره مصلحه اللاعب يوري، تتخلص من امامه، تعود الى تعربت للجهه اليمنى. برغش يحاول، يفضل العوده الى عادل الى برغش في الجهه اليمنى، نقله لعادل مره اخرى. عادل تعربت الى برغش عنده زميل في الامام، نقله لريان منديز وتمريره لبرغش. محاوله ليوري سيزار لعب له كره لكارتابيا يحاول، الكره فيها تدخل وصافره وخطا. عادل تعربت هو اللي ارتكب الخطا. طبعا ثالث الهدافين في كل البطولات تيغالي، ارقام وثقها الاحصائي حسين المنصوري للهدافين الاماراتيين التاريخيين في كل البطولات محليا وخارجيا. كارتابيا سقط على ارضيه الملعب في هذا الديربي القديم. تاريخ هذا الديربي 90 وحل مهم لنادي الشباب الاهلي. كرة بتعود الان، تمريره، محاولة خطيرة. توريه كاد بأن يعادل النتيجة. توريه ضيعها، اللي كاد بأن يكون الرد سريع كما حدث في شوط المباراة الأول، لكن الكرة بتعدي والمحاولة بتمر إلى ضربة مرمى. الديربي المثير حتى هذه اللحظة. الأمور ما بين غوران وليوناردو، نجمهم الأول، حلهم المهم. لعيب بفت جميل، لاعب وهو مش فت تشعر بأنه مش جاهز 100%، لكنه يقدم أداء رائع. اللاعب عادل تعربت مراوغة رائعة من عادل ينقلها كرة طويلة لم تصل. حميد في فرحة للمنافسين، للعين، للشارجة، للوحدة. تمريرة، محاولة، لمسة إلى عادل يحاول، الكرة فيها صافرة وخطأ لمصلحة اللاعب عادل تعربت. شباب الأهلي نذكر بأنه لم يخسر في آخر 6 زيارات له في هذا الملعب. شباب الأهلي يمتلك أطول سلسلة حالية من عدم الخسارة. حاول ملابا، لم يكسب ركلة ركنية، عادت مرة أخرى لعادل وتمريرة. الكرة لم تصل إلى توريه، وصلت إلى يحيى. رمية تماس، مايد الطنيجي لعب له كرة طويلة في الأمام. ملابا خطيرة، المحاولة يا حبيبي عادل تعربت. اللعيب سجلها المغربي، والعميد لا يرضى بالهزيمة. عادل تعربت، يا عيني يا عادل،
الآن يا عادل، واعر يا عادل، بالزاف يا عادل، سجل الثاني، أعاد الأمور مرة أخرى إلى نقطة البداية، وتعرابت يرفض الهزيمة، يسجل الأجمل لعيب هذا المغربي، الأسد المغربي، الممتع المغربي، مايد الطريجي، لعبها بالأمام إلى ملابة هيأها، تعرابت يا تعرابت أطلقها، والعميد في ديربي دبي القديم، هذا العنيد أزرق عنيد يسجل الثاني، يعادل النتيجة، أصبحت النتيجة 2-2، لكن يا له من تعادل، تعراب تعيدها مرة ومرتين وثلاث، أصفق لك يا عادل من كابينة التعليق على الهدف الجميل اللي سجله هذا النجم المغربي، رائع يا عادل، لعيب يبقى ممتع حتى وهو مش في أفضل حالاته، لكن الموهبة تبقى قائمة. هذه الصغيرة النصراوية سعادتها كبيرة بهدف سجل عادل، هو الأمتع، هو الأجمل، بطاقة صفراء لكنه يتقبلها بروح رياضية جميلة، بالهدف الأجمل في دوري أدنك المحترفين، هذا الأجمل في دوري أدنك، لعيب عادل تعرابت يعيد الأمور إلى نقطة البداية والسعادة في كل الملاعب الآن بالنسبة للمنافسين، وتعرابت يترك أرضية الملعب مطرودا، عادل تعرابت سجل الهدف الأجمل. كرة القدم غريبة، قبل لحظات نتغنى في عادل تعرابت بالهدف الأجمل، لكن يتحصل على بطاقتين صفراء قد تكون هم الأسرع في تاريخ كرة القدم هذه، من مايد الطنيجي، لعبها إلى ملابة هيها إلى عادل سجل واحتفل ورمى قميصه، تحصل على البطاقة الصفراء، تدخل على حارب بعد ذلك بثواني ليتحصل على البطاقة الحمراء، يترك أرضية الملعب مطرودا من هذه المباراة بالبطاقة الحمراء، لكنه سجل وترك بصمة جميلة قد تكون هي الأجمل في دوري أدنك. يا عيني يا عادل تعرابت، حط على صدره وبعد ذلك رماها في الشباك، جعل الكل يتفرج يستمتع بهدف عادل اللي سجله في شوط المباراة الثاني. أصبحت النتيجة الآن 2-2. بعد ذلك كانت الفرحة، أطرق الأفراح في المدرج الأزرق، والأفراح في العين، الأفراح في الوحدة، الأفراح في الشارجة، والسعادة الآن لجماهير العميد اللي يرفض الهزيمة. سجل التعادل، والنصر وشباب الأهلي حبايب في هذا اللقاء في ديربي دبي الأمور